شكرا السيد الرئيس. هو طبعا حقوق الأغيار تشمل الأفراد الطبيعيين والأفراد كذلك أو الأشخاص المعنويين. اللي مهم نأكدوا عليه في هذه المناسبة هو أنه دائما يتم التأكيد على أن المقاربة القانونية لهذا الملف كتحرص المندوبية السامية ذات الصلة بالموضوع على التقيد بها. وتعرفون السيد الرئيس بأنه المساطر تمشي إلى حدود التقاضي، وأن الملفات أحيانا تتبدا من سنتين إلى حوالي 20 أو 18 سنة. اللي نتمناه هو أن الملفات اللي عندها خصوصية والمسطرة مشات وهذا الملف تقريبا على وشك أن يكتمل، اللي قدام القضاء قدام القضاء. إلا كاين ملفات اللي عندها طبيعة خاصة وتحتاج إلى تدخلات لاستجلاء بعض الغموض في معالجتها، فلأكد لكم بأن السيد المندوب السامي مستعد أن يحضر إلى اللجنة وأن يناقش الأمور بتفصيل. وإلا راه المبدأ العام يقوم على مراعاة القرينة القانونية ومراعاة حقوق الأغيار واحترام يعني الحق ديال المجاورين والتعاون مع المجتمع المدني في إطار كاين واحد السياسة كبيرة كتعمل. لكن إلا كان إشكالات مرتبطة بملفات خاصة يمكن أن تعالج في إطار حوار مباشر. غير في إطار تفاعل السيد الرئيس مع الملف، هذا الموضوع حسب معلوماتي دائما طرحت في أسئلة كتابية كثيرة، أسئلة شفوية كثيرة، لكن حسب معلوماتي لم تنظم ولا يعني مهمة استطلاعية في الموضوع. خلينا نتعاونوا. ملف بهذا الحجم تيمس أوضاع ساكنة عنده علاقة بجماعة إلى آخره، تعاونوا حكومة وبرلمان في تنظيم مهمة استطلاعية لمعاينة الأوضاع ومناقشة التقرير وتدخل سواء على المستوى التشريعي إذا كان اختلاف ذات الطبيعة التشريعية أو عملية ميدانية، ولكن هذا مجال تعاون حقيقي بالبرلمان وبالحكومة. شكرا.